بتضيع كل الركنيات ومش عارف تسجل منها. خلاص بعد الفيديو ده هتسجل اي ركله ركنيه بنسبه كبيره جدا يا صاحبي، واي ركله ركنيه هتجيلك بنسبه 99% هتبقى هدف. هتقول لي ازاي؟ هقول لك في خطوات بسيطه جدا، ولكن في البدايه عايزك تعمل لي لايك للفيديو وتصلي على النبي في الكومنتات كده، وتروح يا صاحبي تنورني في صوره التليجرام بتاعي، وتعالى بقى كده عشان اقول لك هتعمل ايه. لو عملت الحاجات دي اولا كده هختار منكم 3 افتح لهم تفتيحه على باكج جارس بيل، اضرب لكم واحده كده ب 900 ولا حاجه يا رجال. تمام، انت دلوقتي يا صاحبي عايز تجيب اي ركله ركنيه بخطوات بسيطه جدا. هخليك تسجل اي ركله ركنيه، لانك اولا كده عايزك تعرف انها بتفرق معاك جدا في الديفيجن، سواء بقى بتفتح معاك الماتش بتسجل اول هدف، او بتكسب بيها في اخر الماتش، يعني في اوقات حاسمه من المباراه بتسجل بيها وبتكسب بيها، وبتفرق جدا في مستواك اصلا يا صاحبي. فدي حاجه من اساسيات اللعبه، انك تكون بتعرف تسجل من الركلات الركنيه. اول حاجه لازم تختار منفذ الركله الركنيه يكون لاعب عنده كيرفنج عالي، زي مثلا ميسي، دي بروين، نيمار، روبرتو كارلوس، اللعبه اللي زي كده. تمام. تاني حاجه تظبط اتجاه السهم اللي هيطلع منه الركله الركنيه، ما تلعبش بشكل عشوائي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك عندك طريقتين. اول طريقه لو الركله الركنيه من على الشمال هتخلي لاعب بيلعب برجليه الشمال، مثلا وليكن زي ميسي. تمام هتسحب السهم على الشمال خالص. تمام يا صاحبي، تمام. وقبل الخط بتاع الستة ياردة هتنزل تحت بشويه. تمام، بعد كده هترفع من تحت لفوق لعند الخط كده بتاع الستة ياردة، وتديله ناتشه كده يمين بالعكس بقى، يعني تديله ناتشه يمين بالعكس زي ما انت شايف قدامك على الشرح كده. هتيجي تبص هتلاقي راحت على راس المدافع او المهاجم يعني عموما. تمام، دي كانت ايه يا رجاله؟ تاني خطوه. تالت خطوه واهم خطوه ان هي انك هتدي اوامر للاعب اللي هتقدم ويلعب الركله الركنيه. لازم تختار افضل 3 عندك بيلعبوا بالهيد، بس ما يكونش منهم 2 مدافعين. يعني مثلا لو عندك فان دايك ومثلا بيكيه مش هينفع، هتختار واحد منهم بس. تمام، والباقي واحد بقى من نص الملعب، واحد من الهجوم زي ما انت موجود عندك، وتروح بقى يا صاحبي تنفذ ال3 خطوات اللي قلت لك عليهم دول. والحاجه الاخيره انك تحدد طريقه التنفيذ على الستة ياردة زي ما انت شايف كده يا اسطوره، زي ما انا بعمل عايزك تعمل بالظبط. تيجي تبص هتلاقي الكوره في كل مره بتيجي جول، وبس كده يا صاحبي. قول بقى في الكومنتات عجبك الفيديو ولا لا، ولو عجبك اعمل لي لايك عشان استمر معاك، واكتب لي في الكومنتات بقى يا صاحبي كمان عايز الفيديو الجاي عن فكره ايه، او انت عايز تتعلم ايه.